ازيكم يا جماعة؟ وبنكمل مع بعض حكايتنا، وفي الجزء ده هنعيش مع 4 بطولات، وهما 1994 و1998 و2002 و2006. سنة 1988 الفيفا أعلن إن أمريكا هتستضيف كأس العالم 94 بعد ما كسبت المنافسة من المغرب والبرازيل وتشيلي. البطولة دي بقى اتعمل فيها تغييرات مهمة جداً. الفيفا قرر يدي 3 نقط للفوز بدل 2 عشان يشجع الهجوم، وكمان منعوا الحارس يمسك الكرة بإيده لو زميله رجعها له. القرارات دي اتطبقت من النسخة دي. البطولة دي كانت آخر مرة يشارك فيها 24 منتخب قبل ما العدد يزيد ل 32 سنة 98. واللي لفت النظر فيها إن السعودية شاركت لأول مرة في تاريخها وقدمت أداء مشرف جدا. وصلت دور ال16 بعد ما كسبت المغرب وبلجيكا، لكن خرجت قدام السويد 3-1، وده خلى السعودية تاني منتخب عربي يوصل لدور ال16 بعد المغرب 86. ومن أفريقيا شاركت الكاميرون ونيجيريا اللي قدمت بطولة قوية جدا ووصلت لدور ال16. النهائي كان يوم 17 يوليو في ملعب روز بول في كاليفورنيا قدام أكتر من 94 ألف متفرج، وجمع بين البرازيل وإيطاليا. الماتش خلص 0-0 في الوقت الأصلي والإضافي، ولجأوا لركلات الترجيح. اللحظة الأشهر كانت لما روبرتو باجيو ضيع الركلة الأخيرة والبرازيل كسبت 3-2 وبقت أول منتخب ياخد الكاس 4 مرات. فرنسا نظمت كأس العالم 1998 بعد ما تفوقت على المغرب في تصويت الفيفا سنة 1992، وبقت ثالث بلد تنظم المونديال مرتين بعد إيطاليا والمكسيك. دي كانت أول نسخة يشارك فيها 32 منتخب بدل 24، وده فتح الباب لمنتخبات جديدة زي جنوب أفريقيا، كرواتيا، جامايكا واليابان. السعودية شاركوا في البطولة دي كمان، بس خرجوا من الدور الأول. وأفريقيا كان ليها تمثيل قوي، تونس والكاميرون وجنوب أفريقيا والمغرب اللي عملت ماتشات قوية في مجموعة الموت، لكن خرجت من الدور الأول كمان. نيجيريا عملت إنجاز كبير واتصدرت مجموعتها على حساب أسبانيا، لكنها خرجت في دور ال16 قدام الدنمارك. روسيا ظهرت لأول مرة وعملت مفاجأة كبيرة وخدت المركز الثالث بقيادة نجمهم دافور سوكر، اللي كمان خطف لقب الهداف ب6 أهداف. النهائي كان فرنسا ضد البرازيل، والكل كان مستني عرض من الظاهرة رونالدو، لكن المفاجأة إن فرنسا اكتسحت 3-0 قدام 75 ألف متفرج. زين الدين زيدان خطف الأضواء بهدفين بالرأس، وإيمانويل بوتيه ختمها بالهدف الثالث. وبكده فرنسا حققت أول بطولة كأس عالم في تاريخها. البطولة اتلعبت من 31 مايو لحد 30 يونيو، وكوريا واليابان دخلوا من غير تصفيات عشان هم المنظمين. فرنسا كمان شاركت باعتبارها حاملة اللقب من غير ما تلعب تصفيات، ودي كانت آخر مرة يحصل فيها كده. الافتتاح كان صدمة مدوية. السنغال اللي بتلعب لأول مرة في كأس العالم كسرت كبرياء فرنسا وكسبتها 1-0، ومن هنا بدأت المفاجآت. فرنسا والأرجنتين خرجوا من دور المجموعات، إيطاليا وقعت في دور ال16، وألمانيا كملت مشوارها لحد النهائي. كوريا الجنوبية عملت إنجاز تاريخي ووصلت لنصف النهائي لأول مرة، وتركيا خطفت المركز الثالث بعد ما كسبت كوريا 3-2. النهائي اتلعب في مدينة يوكوهاما باليابان، وجمع ألمانيا ضد البرازيل لأول مرة في تاريخ المونديال. رونالدو البرازيلي رجع بقوة وسجل هدفين، والبرازيل كسبت 2-0 وخدت الكاس للمرة ال5. رونالدو خلص البطولة وهو الهداف ب8 أهداف، وكابتن البرازيل كافو دخل التاريخ لأنه لعب 3 نهائيات ورا بعض: 94، 98، 2002. أما أفضل لاعب في البطولة فكان الحارس الألماني أوليفر كان، وده أول حارس في التاريخ ياخد الجايزة دي. مونديال 2006 اللي اتعمل في ألمانيا، البطولة رقم 18 في تاريخ المونديال، واتعملت في ألمانيا للمرة الثانية بعد نسخة 1974. المونديال ده بدأ يوم 9 يونيو واستمر لغاية 9 يوليو بمشاركة 32 منتخب من كل أنحاء العالم. من الفرق العربية شاركوا تونس والسعودية، ومن أفريقيا شاركوا غانا، ساحل العاج، أنجولا وتوجو. وكمان كان في شوية منتخبات لأول مرة في النهائيات زي أوكرانيا، الجمهورية التشيكية، وصربيا والجبل الأسود. المباريات اتعملت على 12 ملعب في 12 مدينة ألمانية مختلفة.
النهائيات شهدت 64 ماتش اتسجل فيها 147 هدف بمعدل 2.3 هدف لكل ماتش، وحضر المباريات حوالي 52 ألف متفرج لكل ماتش. أفضل هداف ميروسلاف كلوزا ألمانيا 5 أهداف. أفضل لاعب زين الدين زيدان فرنسا. أفضل لاعب شاب لوكاس بودولسكي ألمانيا. أفضل حارس جان لويجي بوفون إيطاليا. جائزة اللاعب النظيف البرازيل وأسبانيا. وصلنا لدور نصف النهائي وشاهدنا مباريات قوية. ألمانيا وفرنسا، المباراة انتهت 0-1 لصالح فرنسا بعد ماتش مثير. إيطاليا والبرتغال، المباراة انتهت 0-0 بعد الوقت الأصلي والإضافي، وإيطاليا فازت بركلات الترجيح 3-1. النهائي كان بين إيطاليا وفرنسا على ملعب برلين الأولمبي. الوقت الأصلي والإضافي انتهى 1-1. إيطاليا فازت بركلات الترجيح 5-3 وتوجت باللقب الرابع في تاريخها. وده كان الماتش المشهور اللي خرج فيه زيدان بالطرد بعد ما دفع ماتيراتسي بالرأس قبل نهاية المباراة ب4 دقايق. ودي كانت نهاية محطة جديدة في رحلتنا عن بطولة كأس العالم. استنونا في جزء جديد مكملين رحلتنا مع بعض، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا باللايك والكومنت.